صل على الحبيب قلبك يطيب. متنساش الاشتراك واللايك والمتابعة، ورأيك مهم جدا في التعليقات. وتعالى نتفرج على الفيديوهات مع بعضين. العنوان شارع شبرا مصر. دي حاجة بديل السيراميك، بيقول ان العمق بتاعها حوالي 3 سنتي. بصراحة ديت لو هتغني عن البلاط القديم هتبقى حاجة جميلة جدا. الفيديو ده عجبني على الانترنت وقلت ان انا اشاركه مع حضراتكم. شوفوا الالوان عاملة ازاي، وشوفوا الخامة جميلة ازاي. وبيقول ان هي بعد ما بتلزق على الارض بتمسك زي الحديد وبتبقى ناشفة كمان. حاجة جميلة جدا. تعال نشوف الفيديو اللي بعديه كده. الراجل ده صنايعي، لا بيجيب قرصة جاهزة عشان يحطها في السقف ولا كلام من ده. ده راجل محار، راجل فنان، راجل أستاذ. ياريت أطفالنا وشبابنا والصناعية اللي بتتعامل لسه جديد في الصنعة دي تتعلم منه. ده شغل بيعمله بإيده، لا هو بيشتري حاجة جاهزة ولا أي حاجة خالص. بالعكس ده بيخترع حاجات ممكن يخترعها كمان على الحيطان، مش شرط يكون في السقف بس. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصراحة حاجة جميلة جدا. ده كمان بعد ما تتلون تبقى أجمل بكتير. طب تعال نشوف الفيديو اللي بعديه كده. هنا الراجل ده بيظهر لنا مادة بتتعمل على الأرض بديل السيراميك وبديل الخامة اللي احنا شفناها في بداية الفيديو، اللي هي اللزق. مادة أول ما يحطها على الأرض هي ما بتنشفش على طول، هي ممكن تنشف بعد 10 دقايق. بيقولك إن المادة ديت بتغني عن السيراميك وبتمسك زي الحديد وما بتتجرحش، بتبقى زيها زي السيراميك زي الرخام. حاجة جميلة جدا. كل الموضوع ان هو بيجيب المادة ديت ويدلقها بالطريقة ديت، وابتدى بحاجة زي المساحة كده، وابتدى ان هو يساوي بيها. طبعا لو في اخرام او شروخات في الارضية بتشرب الارضية المادة ديت وتتساوى، وبعد 10 دقايق بتلمع وتبقى حاجة جميلة جدا. ما شاء الله، بجد حاجات جميلة جدا. دي فيديوهات من على الانترنت، ياريت تكون عجبت حضراتكم. وانتظرونا في فيديوهات جديدة الساعة 12 صباحا يعني ليلا. تمام. وما تنسوش الاشتراك والمتابعة واللايك، ورأيكم مهم جدا في التعليقات.